لو بتقضي ساعات طويلة وانت بتقلبي في الموبايل وحاسة انك تايهة او زهقانة، فانت مش لوحدك. كلنا بنحس بالشعور ده. بس السؤال، هتكملي في الاحساس ده كتير ولا هتلحقي نفسك بسرعة؟ انا ريفو، ودي 10 حاجات بسيطة تقدري تعمليها بدل القعدة على التليفون، وهتخليكي تحسي انك بتعيشي، مش بس بتتفرجي على حياة الناس. هاتي ورقة وقلم واكتبي معايا الافكار اللي تعجبك. من غير ما اطول عليكي، يلا نبدأ. 1. الجورنال والتدوين. في راحة غريبة هتحسيها لما تكتبي على ورق. مش لازم تكتبي حاجة عميقة، اكتبي أفكارك، مشاكلك، أو حتى يومياتك، زي مثلا 3 حاجات حلوة حصلتلك في يومك، أو موقف اتعرضتيله وعلمك حاجة، وهكذا. والحلو في الجورنال انك مش بس هتكتبي وتدوني، لا، ده في افكار كتير قوي لتزيين الجورنال، وحرفيا اليوتيوب مليان ناس بتعمل DIY للجورنال بتاعها، والموضوع ممتع جدا وهتطلعي طاقتك فيه بشكل جميل. 2. رتبي اوضتك او غيري حاجات بسيطة في الديكور. مش شرط تنظيف شامل للأوضة، رتبي ونضفي حاجات بسيطة زي الدولاب أو المراية، وممكن تغيري مكان السرير والكومودينو، أو تشتري ديكورات لطيفة جديدة للأوضة، أو تعلقي إضاءة هادية على السرير. هتستمتعي جدا وانت بتعملي ده، عشان أوقات تغيير بسيط في المكان اللي بتقعدي فيه بيغير مودك. 3. حضري وصفة جديدة أو مشروبك المفضل. في متعة خاصة في إنك تحضري حاجة بإيدك، حتى لو عصير بسيط بنكهة بتحبيها أو وصفة سهلة. الموضوع مش في الأكل نفسه، هو في اللحظة إنك مركزة، مستمتعة، ومبسوطة بحاجة عملتيها لنفسك. مثلا اعملي حلويات أو مخبوزات، أو اعملي العصاير والمشروبات اللي بتحبيها وصوريهم عشان توثقي الذكرى. 4. اعملي رياضة حتى لو مشي في البيت. مش لازم تروحي جيم ولا تعملي تمارين صعبة ومرهقة. 10 دقايق مشي في البيت أو حتى برا البيت هيكونوا كافيين، أو شوية حركات خفيفة أول ما تصحي هينشطوكي جدا. المهم إن جسمك يتحرك، والحركة بتفوقك وبتقلل الكسل والخمول وبتطلع طاقة سلبية كتير. 5. اعملي تو دو ليست. قومي اكتبي كل الحاجات الصغيرة اللي محتاجة تعمليها ومأجلاها بقالك فترة، مش بس عشان تنجزي، لكن كمان عشان تستعيدي حماسك ونشاطك وتنظمي تفكيرك. ولما تبدأي تشطبي حاجة من اللي كتبتيها، الإحساس بالإنجاز بيكون ممتع جدا، وفي نفس الوقت استفدتي من المهام اللي عملتيها. 6. اعتني بنفسك شوية. شعر، بشرة، أي حاجة. مش لازم عناية عميقة وطويلة ولا روتين معقد. اعملي ماسك طبيعي في البيت بمكونات سهلة، اعملي تسريحة بطريقة مختلفة لشعرك، أو حطي كريم مرطب على ايدك بس. كل وقت بتديه لنفسك وكل حاجة بتعمليها لنفسك بتقوي علاقتك بيها وبتزود ثقتك في نفسك. 7. اسمعي بودكاست قصير. في وقت قصير ممكن تخرجي من البودكاست بفكرة، تحفيز، أو منظور جديد. اختاري حاجة دينية أو عن تطوير الذات، أو بودكاست تعليمي، أو حتى حوار ملهم بالناس حقيقيين. المهم إنك تسمعي حاجة تغذيكي وتديكي أمل، مش تشتتك وتحبطك. خلي البودكاست جزء من يومك، مثلا اسمعي ربع ساعة كل يوم الصبح، وبجد هتفرق جدا في يومك وشخصيتك. 8. ارجعي لهواياتك. ايه الحاجة اللي كنت بتحبي تعمليها ونسيتيها؟ رسم، تلوين، كتابة، حتى لو بتقعدي تقطعي مجلات وتلزقي صور. كل الهوايات اللي كنت بتعمليها زمان قبل التليفون اعمليها دلوقتي. ومش لازم تعملي حاجات بيرفكت، المهم انك مستمتعة. ولو ما عندكيش هواية، ارسمي ولوني، حتى لو انت مش فنانة، رسومات بسيطة من صنع ايدك هتسعدك. 9. اكتبي العادات اللي نفسك تدخليها حياتك والعادات اللي نفسك تتخلصي منها. اعملي ورقة فيها نصين، نص العادات اللي نفسك تبقى جزء منك زي القراءة أو نوم بدري، والنص التاني للعادات اللي بتستنزفك وبتسحب طاقتك زي السهر والتليفون. الكتابة دي بداية الوعي بعاداتك وأول خطوة للتغيير الحقيقي. 10. اعملي روتين صباحي ومسائي بسيط تلتزم بيه. مش لازم روتين مثالي ومفصل، اختاري 3 حاجات بسيطة تعمليها الصبح، زي شاور وقراءة 5 دقايق وجورنال، و3 حاجات تعمليها بالليل، زي العناية بالنفس والقعدة مع العائلة وتناول وجبة صحية. الالتزام بحاجات بسيطة بيخليكي تحسي ان يومك ليه شكل، وانك متحكمة في وقتك وحياتك. مش هقولك ابعدي عن التليفون تماما، بس جربي تدي لنفسك مساحة، وتعيشي لحظات بسيطة من يومك بوعيك وإرادتك، وتعيشي حياتك بجد مش بس أونلاين. أنا ريفو، لو الفيديو ده شجعك قولي في التعليقات ايه أول حاجة هتجربيها، واشتركي في القناة عشان نستمر ونكبر سوا خطوة بخطوة. أشوفك في الفيديو الجاي. باي.